تم الانتهاء رسميا من الموسم الثاني من بلو لوك بحلقة خاصة مدتها ساعة تضمن عرض الحلقتين 13 و14 على التوالي. بينما كان المعجبون يأملون في إعلان عن موسم ثالث أو استمرارية، لم يتم إصدار أي أخبار رسمية حتى وقت تسجيل هذا. ومع ذلك ستات النهاية بنص يقرأ مع أن هذا ليس تأكيدا مباشرا لاستمرار السلسلة، لكنه يلمح بقوة إلى أن السلسلة قد تعود. ومن المثير للاهتمام أنه بعد انتهاء الموسم الأول تم الإعلان عن الموسم الثاني وفيلم تقريبا فورا، ولكن لم يكن الأمر كذلك هذه المرة، مما يشير إلى أن الانتظار للموسم الثالث قد يكون أطول مقارنة بالإعلان السريع عن الموسم الثاني. وجه الموسم الثاني انتقادات كبيرة بسبب مشكلات الإنتاج، خاصة في جودة الرسوم المتحركة غير المتسقة. قام استوديو ثانبت بتنفيذ الرسوم المتحركة للمسلسل، وبينما أمل العديد من المعجبين في تغيير الاستوديو، فإنه من غير المرجح أن يحدث ذلك إذا استمر المسلسل. مع بيكتشرز بالإشادة لما يكون فرند استحقاق. بعد كلمة استوديو ثين بات شعر أداء متميز في مباراة رين ضد سي. لو كان عندهم وقت أطول لتحسين بقية الموسم كان يمكن أن تتوافق الجودة الشاملة مع تلك القطعة. لنأمل أن تحصل الموسم الثالث على معالجة أفضل. مانجا بلو لوك التي كتبها مونايوكي كانيشيرو ورسمها يوسوكي نومورا ما زالت مستمرة مع نشر أكثر من 280 فصلا. انتهى الموسم الثاني بالمباراة ضد اليابان تحت ال20 التي انتهت في الفصل 149. يبدأ القوس التالي وهو دوري نيو إيجويست في الفصل 152 ولا يزال مستمرا مقدما أكثر من 130 فصلا من المحتوى. بالنظر إلى أن الموسم الأول اقتبس 94 فصلا عبر 24 حلقة والموسم الثاني غطى 55 فصلا في 14 حلقة، هناك مادة كافية لأحد الأعمال الأساسية أو كور مزدوج. يعتمد القرار على مدى رغبة المبدعين في تغطية قوس دوري نيو إيجوست وخططهم للوتيرة. إذا كنت متحمسا لمواصلة القصة دون انتظار موسم جديد، المانجا هي أفضل خيار لك. لاستكمال ما توقف عنده الأنمي، ابدأ مع بلو لوك المجلد 18 والذي يبدأ بالفصل 150 بعنوان عطلة. هذا الفصل والفصل التالي ينهيان قصة مرحلة تحت ال20 ويقدمان سردا أكثر استرخاء، بينما يستمتع اللاعبون بإجازة لمدة أسبوعين ويغادرون منشأة التدريب. تبدأ قصة دوري نيو إيجوست مباشرة بعد ذلك معلنة عن المرحلة الرئيسية التالية من القصة. بينما لا يوجد تأكيد على موسم ثالث حتى الآن، فإن التلميح في النهاية يمنح المعجبين الأمل في استمرار القصة. مع استمرار المانجا ووجود قاعدة جماهيرية مخلصة، يبدو من المحتمل أن يعود بلو لوك. مع ذكر شندران ورسكينة الإنتاج لشورتس الموسم الثاني، قد يكون الانتظار لفترة أطول ضروريا لضمان جودة أفضل للتكييف. إذا تمكن ثينبت من تقديم رسوم متحركة متسقة كما فعلوا في مباراة رين ضد سي، فدي يفوق الموسم الثالث جميع التوقعات. هذه كل المعلومات التي لدينا حتى الآن. سأبقيكم مطلعين فور وصول أي أخبار عن الموسم الثالث أو الفيلم، لذا ابقوا معنا ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في قناتنا للحصول على جميع التحديثات الأخيرة عن الأنمي والمانجا. هذا أنا ستيفن وأراكم في الفيديو القادم.